السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في فيديو مهم جدا بالنسبة للناس اللي جات لها رسالة ستتغير عملة العائدات إلى الجنيه المصري. كلنا عارفين إن جات لنا رسائل كده مؤخرا بالنسبة للأرباح بتاعتنا إن هي هتبقى بالجنيه المصري اعتبارا من 1 مايو 2025. إذا كانت لديك طريقة دفع صالحة وأكثر من 25 دولار أمريكي في حساب الدفع الحالي المرتبطة بهذه العملة، سندفع لك ما يساوي هذا الرصيد بالعملة المحلية في أبريل. يعني أرباحك في شهر 4 هتاخدها لو هي 25 دولار أو أكتر من 25 دولار هتتحول للجنيه المصري وتقبضها في أرباح شهر 4. لو أنت مفعل خاصية اللي هي الدفعات، اللي هو البنك اللي أنت بتاخد منه الأرباح بتاعتك، لو كان بيديك بالعملة بالدولار أو بالجنيه، يعني في إمكانية إن هو يديك الأرباح بتاعتك بالجنيه، فأنت بالنسبة لك مفيش أي مشكلة وهتقبض الأرباح بتاعتك سواء كانت 25 دولار أو أكتر هتتحول لك بالجنيه المصري. بالحالة التانية، إذا لم تكن لديك طريقة دفع صالحة محفوظة في سجلك أو كان لديك أقل من 25 دولار، يعني لو أنت معاك الرصيد بتاعك في شهر 4 أقل من 25 دولار، فهتترحل بقيمة الجنيه المصري، هتترحل في شهر 5، يعني هتقبضها مع أرباح شهر 5 وهتتحول كل الأرباح هتبقى بالجنيه المصري في شهر 5. طيب ده أنت لو أقل من 25 دولار. طب لو أنت أكتر من 25 دولار بس مش معدل في طريقة الدفع بتاعتك، يعني مش مختار بنك بيكون بيصرف بالجنيه المصري، فبالتالي برضه هتفضل الأرباح بتاعتك لغاية شهر 5 لغاية ما تعدل في طريقة الدفع، والمفروض إن أنت تختار بنك بيكون بيتعامل بالجنيه المصري. ده كده بالنسبة لأرباح شهر 4. وبالنسبة لأرباح شهر 5 كل الناس هتتعامل بالجنيه المصري، وهتجيلك الرسالة بتاعتك والأرباح بتاعتك بالجنيه المصري. فتعالوا بقى هنعمل فيديو تاني إن شاء الله نتكلم فيه عن إزاي نعدل الطريقة المصرفية بتاعتنا عشان نتلقى العائدات بالجنيه المصري، ونعمل فيديو تاني إزاي نعدل التفاصيل المصرفية ونعدل العملة بالجنيه المصري عشان الأرباح بتاعتنا تيجي بالجنيه المصري. وشكرا.